في الجزء اللي فات شفنا البطل لين بيحاول ينقذ السيد جين، ولكن ابنه عمل فيها عم الفلحوص وقال له انت مين يالا شكلك كده ما بتفهمش وملكش اي لازمه. ولكن لما شاف ان لين فعلا يقدر يساعده جاب ورا وانحناله وقال له انا اسف يا سيدي. ساعتها بقى لين قال له مشي الناس دي كلها من هنا علشان اشتغل على رواقه. لين بقى هيعمل ايه وهيقدر ينقذ السيد جين ولا ايه اللي هيحصل؟ ده بقى اللي هنشوفه دلوقتي يا صديقي. ويا ريت ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزع بقى اللايك الجميل ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف لين بيقول لابن السيد جين من فضلك خرج لي الناس دي كلها بره واخرجوا. فهو بيقول له ابن السيد جين حاضر هعمل لك كل اللي انت عايزه، وبالفعل بيأمر رجالته يمشوا. ساعتها بقى لين بيقول له يلا نبدأ. بعد كده بيأمر لين الدكتور ليانج يخلي باله من جهاز التنفس والنبض ويضغط جامد على صدره. وساعتها بقى وفي الوقت ده بيشمر لين ايده وبيبدأ يضغط على معدة السيد جين، والمعلم بقى بيفضل يضغط جامد لحد اما السيد جين بيخرج دم من بقه. ساعتها بقى بيتوتر الدكتور ليانج وبيقول له استنى السيد جين بينزل دم، هو كده هيخرج عن سيطرتنا؟ ولكن بيقول له لين خليك مركز بس انك تضغط جامد. بعد كده بقى بيستخدم لين قوته وبحركة واحدة قوية عين السيد جين فجأة لونها بيبقى غريب. وساعتها بقى لين بيقول للدكتور ليانج دلوقتي سيبه. بعد كده بيستخدم قوته وبيرفع السيد جين عن السرير وبيخليه يخرج كل الدم الفاسد اللي في جسمه. فساعتها بقى بيتفاجئ الدكتور ليانج وبيقول له هو ايه اللي بيحصل بالظبط وايه اللي طلع من جسمه ده؟ وقتها بقى بتطلع زي قوة غريبة كده من جسم السيد جين. فبيرد لينه وبيقول له هو ده الشر اللي كان في جسم السيد جين واللي كان مسبب له التعب ده كله، ولكن دلوقتي الشر اللي كان جواه خلصنا منه والمفروض يكون كويس دلوقتي. بعد كده بقى وفعلا بيبدأ السيد جين يفوق وبيبدأ يفتح عينيه. ساعتها بقى بيفرح جدا ابن السيد جين وبيجري على ابوه علشان يحضنه وبيقول له انت اخيرا صحيت. ولكن فجأة السيد جين بيقول له هو الدكتور ليانج هو اللي انقذ حياتي؟ فبيرد ليانج وبيقول له لا مش انا، السيد لين هو اللي انقذك، انا بس كنت مجرد المساعد بتاعه مش اكتر. ساعتها بقى بيشكره السيد جين وبيقول له شكرا قوي لانك انقذتني، انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي، انت رجعت لي حياتي، اوعى تتردد ابدا تتصل بيا لو احتجت اي مساعده في اي حاجه. فبيرد لين وبيقول له شكرا جدا، انا تحت امرك يا سيد جين، ده واجبي، بس قول لي دلوقتي انت حاسس بايه؟ فبيقول له السيد جين لا انا حاسس ان انا احسن بكتير، بس في وجع بسيط في ظهري. فبيرد لين وبيقول له ده بس علشان انت نمت على السرير لفتره طويله، اتمشى شويه وبعد كده كل حاجه هتنتهي. ساعتها بقى وفي الوقت ده السيد جين بيطلب من ابنه يكافئ لين، وساعتها بقى ابنه بيطلع بطاقه بنكيه وبيقول للين الفيزا دي فيها 1 بليون دولار وارجوك اقبل مني الهديه. فساعتها بقى بينصدم الدكتور ليانج ونينج وبيقولوا 1 بليون دولار ده مبلغ كبير قوي. بس ساعتها بقى لين بيرفض المبلغ وبيقول له لا شكرا، انا مش محتاج الفلوس دي، انا بس بقبل الاعشاب الطبيه والادوات السحريه. وبيسكت شويه وبعدها بيقول له انا جالي دعوه علشان احضر مزاد من فتره مش بعيده، بس مش هقدر احضر علشان حالتي الصحيه. فبيقول له لين طب قول لي معلومات اكتر عن المزاد ده. فبيرد السيد جين وبيقول له معرفش كتير بس انا خفت اسال، بس سمعت ان ده مزاد من مستوى عالي قوي وهيحضروا اساتذه فينج شوي في الشمال وحتى يوان دونج. هنا بقى بيتفاجئ نينج وبيقول بيتقال ان الراجل ده اسطوره حيه وعنده ثروه كبيره جدا من المعرفه، وكمان بيمتلك قوه سحريه كبيره قوي، وكمان معلم مشهور في فينج شوي وعنده قوه جباره لدرجه انه نجح في مره ينقذ عائله ليه واللي كانت هتفلس في الجزيره. فبيسالوا لين امتى ميعاد المزاد بالظبط. وقتها بقى السيد جين بيقول له هعرفك مجرد ما اعرف اليوم بالظبط. بعدها بيقول له السيد جين طب ايه رايك الاول تحتفل معانا؟ هعمل حفله صغيره كده علشان خفيت، هعملها في فندق ديانتسي الليله وهدعي كل اصدقائي القدام، وانت طبعا انقذت حياتي وحابب انك تكون موجود. بعد كده بقى بيمشي لين وبيقول له شكرا بس عايز اشوف الاول فحص الاشعه بتاعتك علشان عايز اتاكد من حاجه كده. بعد كده وفي نفس الوقت بيجي نين هو بيستأذن علشان يمشي وبينحني لين وبيشكره على المساعده. انا هجهز لك شويه هدايا تعبير بس عن شكر ليك، ويا عم هوصلهم لك لحد عندك. فبيقول له لين لا شكرا انا مش محتاج حاجه وتقدر تمشي. بعد كده بقى بيوصل لين البيت وبيفتح الباب وبيقول اختي انا جيت. فساعتها بقى بيتفاجئ ان اخته لابسه فستان جميل جدا وبيقول لنفسه اختي الصغيره كبرت وبقت جميله. وهنا بقى بيقول لها انت مش عايزاني
اطبخ لك النهارده ولا ايه؟ فبترد شو بتقول له هو انت مش ناسي اي حاجه؟ هنا بقى بيتوتر لين وبيقول لها حاجه ايه طيب؟ فبتقول له شو انا واصدقائي في الفصل هنخرج سوا النهارده وقلت لك قبل كده، فاكر ولا نسيت؟ هنا بقى بيتحرج لين وبيقول لها صحيح انت فعلا قلتي لي بس انا اللي نسيت. فبتقول له شو طب يلا علشان هتيجي معايا، انا مش ممكن اسيبك في البيت لوحدك. ساعتها بقى لين بيوافق وبيقول لها طيب تمام يلا يا ستي انا جاي معاكي. وفي الوقت ده صحابها في الفصل بيكونوا راكبين عربيه فخمه جدا وبيكونوا عمالين يشربوا وخاربين الدنيا، وبيكونوا رايحين لفندق ديانيتسي، وده نفس الفندق اللي هتكون فيه حفله السيد جين. ساعتها بقى هوي بتقول لاخوها الكبير شين انا مش فاهمه انت عايز تعمل ايه بالظبط، انت ليه عايز تحود على شو علشان تاخدها، وليه مركز معاها ومع اخوها الغبي ده، احنا علاقتنا بيها مش قوي يعني، فليه كل ده؟ هنا بقى بيرد شين وبيقول لها شو فعلا مش مهمه قوي، بس الحاجه المهمه فعلا ان هي تجيب اخوها معاها، وهو ده اللي انا عايزه بالظبط، وانت بقى لازم تساعدي اخوكي في الحوار ده. في اللحظه دي هوي بتقول له طب انت ايه اللي مخليك برضه مركز مع اخو شو الغبي ده؟ انا مش فاهمه حاجه خالص، هو انت بتفكر ازاي يا ابني؟ اوعى تكون بتفكر تعمل حاجه وحشه تاني. فبيضحك شينو وبيقول لها لا ما تقلقيش، بس اسمعي لاخوكي بس علشان اظبط الحوار ده. بعد كده بقى بيوصلوا العنوان اللي بعتته شو لزميلتها هوي، وفي الوقت ده شين بيقول لها شكلنا غلطنا في العنوان ولا ايه؟ انت متاكده ان شو عايشه هنا؟ دي منطقه الفل اللي من المستويات العاليه جدا، هو انت كلمتي شو وقالت لك ان هي عايشه في مكان زي كده؟ فبترد هوي بكل غل وبتقول له لا هو ده العنوان اللي شو بعتته، بس انا ما كنتش اعرف ان هي دي منطقه الفل. بعد كده بقى وفجاه بيخرج لين ومعاه اخته شو، واللي بيقول لها يا ترى انت مستعده علشان نمشي؟ ساعتها بقى شو بتكون مبسوطه وبترد وبتقول له ايوه انا مستعده، ولكن في اللحظه دي زميلتها هوي بتضحك عليها ضحكه استهزاء كلها غل، وبتقول بص هي دي شو اللي واقفه جنب اخوها الفقير الغلبان ده. بس هنا بقى بتتضايق شو، وبعد كده بتكمل هوي وبتقول انت ايه اللي جابك هنا؟ دي منطقه الفل بتاعه المستويات العاليه. فبترد شو بتقول لها انا واخويا انتقلنا لهنا. فبترخم هوي عليها وبتقول لها هو انت مش قلتي من كام يوم ان انتم عايشين في منطقه فقيره؟ قلتي ان المنطقه بتاعتكم كلها زباله، هو انتوا كسبتوا اليانصيب ولا ايه اللي حصل؟ ازاي وقعتوا على فيلا زي دي؟ هوبا البت دي كده زودتها قوي، بس الاكيد ان لين مش هيسكت. يا ترى بقى لين هيتصرف ازاي في الموقف ده؟ ده بقى اللي هنشوفه في الحلقات الجديده ان شاء الله يا صديقي. عايز اقول لك اني محضر لك حكايه جامده جدا يا صديقي، فاستعد بقى وفعل زر الاشعارات واستعد للعظمه اللي جايه يا صديقي، ويا ريت بقى ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.